يا الله. هاتوا الوسط هون. ايوه في مكان في مكان. السلام عليكم. تفضل. صح بس مكاني. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. لقد كلفتني الجاه الكريمة أن أتحدث باسمها، وهذا من شيمة الكرام حب الإيثار، وقد طوقوا عنقي في هذا التكريم الذي أعتز به وأفخر. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم أيها الذوات المقدرين في هذا الوطن العزيز الغالي على قلوبنا جميعا. ونحن نعيش اليوم أفراح عشرتين من هذا الوطن العزيز الغالي، فلا بد أن نزجيها من أرض الحشد والرباط تحية إعزاز وفخر للمقاومة الفلسطينية في غزة وفي كل أرجاء فلسطين الذين يدافعون عن الأرض والعرض والأسرى والمصرى بالدم والشهادة والصواريخ في ظل غياب العدالة الدولية والإنسانية والأخلاقية. فقد اهتزت المؤسسة القانونية لهول المجازر والمذابح التي ارتكبت بحق شعبنا ورجالنا ونسائنا وأطفالنا في ظل صمت عربي وإسلامي مطلق. وإن شاء الله ما دام في مقاومة وفي حفظت كتاب الله يقودون معركة النصر، بإذن الله ستعود فلسطين محررة من بحرها إلى نهرها بإذن الله قريبا. والجيش الذي قيل أنه لا يقهر فقد قهر من قوة المقاومة وتصديها لهذا العدوان في هذه الظروف الصعبة التي تمر بأمتنا. وبعد،
الزوجية سنة من سنن الله في الخلق والتكوين، والزواج نصف الإيمان، وخير كنز يضاف إلى رصيد الرجل المرأة الصالحة التقية النقية صاحبة الخلق والدين. والزواج آية من آيات الله، وهو رابطة مقدسة، أقوى عهد بعد العهد مع الله هو عهد الزواج. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، سكن، ثم تأتي المودة، ثم يأتي بعد ذلك خليفة العمر فتصبح الرحمة بين الأزواج. ولذلك أيها الإخوة لا بد من الحض على الزواج. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. استوصوا بالنساء خير، ما أكرمهن إلا كريم وما أهن إلا لئيم، النساء شقائق الرجال. قال صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع، وقالها عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت. ولذلك الزوجية هي الطريق الوحيد لتكوين الأسرة، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن. هذا نص دستوري أوردناه في دستورنا الأردني حتى لا أحد يعبث في الأسرة ومقومات الأسرة وغير ذلك من الأمور. ولا شك أن الإسلام كرم المرأة، كرمها أما وبنتا وأختا وزوجة، وأعطاها من الحقوق ما عجزت التشريعات الوضعية على إعطائها. فقد كرمها الإسلام بذمة مالية عن ذمة الزوج قبل 1400 عام. هذا هو ديننا وهذا هو إسلامنا. ولذلك الزواج يقوم على العفة والطهر وحفظ الأنساب، لأن من مقاصد الشريعة الإسلامية 5: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ النسب. ولذلك في مجتمعنا العربي الإسلامي نحن في أسرة، وفي نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا. وما مجيئنا اليوم هنا إلى عشيرة الكعاب الكرام إلا تقديرا واحتراما لدور المرأة وتعزيزا بدورها في مجتمعنا. ولذلك هذا هو التمكين الحقيقي للمرأة، مش التمكين اللي بيقولوا عنه، هذا هو التمكين الحقيقي للمرأة في مجتمعنا. فما مجينا إلا لإحياء شعيرة من شعائر الله وسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأثر أن رجل قد جاء إلى الإمام، إمام كان يستشير الأئمة والشيوخ، اليوم ممنوع تستشير، إذا استشرت وين مودوك؟ قال له: يا إمام إن لي بنتا فمن تراني أزوجها له؟ قال: زوجها لمن يتق الله، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها شيخنا لن يظلمها. وهكذا هو الإسلام، تكريم المرأة واجب شرعي، واجب شرعي. كما تبحث لابنك عن فتاة ترتبط معه، أيضا عليك أن تبحث لبنتك عن زوج صالح. ولذلك إن شاء الله تكون ثار خير هذه الجاهة الهيكل الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشيرة الكعابنة وأصدقائهم وأقاربهم وجميع من حضر لهذه الجاهة هم أتوا لاستقبال الجاهة الكريمة التي يرأسها أخ معروف في الأردن، الأستاذ المحامي النائب المخضرم صاحب كلمة الحق الذي لا تلومه في الحق لومة لائم. فنحن مهما تحدثنا من بعدك أعتقد أننا سنكون ببلاغتك وقدرتك على إيصال الكلمة السريعة. هذا الجمع أتى هنا من جميع مناطق الأردن لاستقبال هذه الجاهة الكريمة، فأهلا وسهلا بهم شخوصا جميعا. ونشكرك على الكلمات التي تفوهت بها بالنسبة لعشيرة الكعابنة، فنحن لن نقول عليها زيادة على ما قلت، فأنت أوفيتنا وقد زدت علينا زيادة بكلامك الطيب الجميل. وآل هيكل هم معروفين بالأردن وخارج الأردن، هم عشيرة كريمة وأصولها قد تكون في التاريخ، يعني احنا نعرف أنها قد تصل إلى سيدنا إسماعيل
وغيره. فيعني والكعابنة كمان قد يكون لهم من اسمهم نصيب، قد يكون لهم علاقة في الكعبة المشرفة، والله أعلم بذلك. أهلا وسهلا بكم. ابنتنا الفارسة بيان سنودعها أمانة عند آل هيكل وعند أيهم، والجاه الممثلة بك سيدي وأنت صاحب الكلمة لا يرد لها جوابا، فنحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم والفاتحة، ونقبل إن شاء الله بأن نودعكم ابنتنا إلى آل هيكل إلى أيهم بيان محمد الزيدات. أنا أقول الزيدات الكعابنة، الزيدات طبعا هو لهم من اسمهم نصيب لأنه هم زادوا على الناس بالشجاعة والمروءة والفراسة، فلم يأتي اسمهم في هذه العائلة أحد عشائر الكعابنة لم يأتي اسمهم عبثا، هم أصحاب نخوة وكرامة، وهم من رجالاتنا، وما هي من أحد أهم عشائر الكعابنة والأردن. فأهلا وسهلا بكم، واشربوا قهوتكم. الكعابنة ما تبرد قهوته إن شاء الله، وشرفتونا إن شاء الله. أهلا وسهلا. الفاتحة. مبروك. هات قهوة يا كل الامتنان والشكر والتقدير للضيوف والمستقبلين، وسامحونا على عناء السفر والتعب في هذا البرد، لكن كما تفضل أخونا الكبير سعادة النائب صالح العرموطي أبو عماد، هذا مشروع خير ولبنة خير تتأسس في هذا المجتمع الخير، المجتمع الأردني. نود أن نشكر جميع من حضر إلينا، ونود أن نبارك للعروسين ولأهل الهيكل، ونقول لهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بالخير. وهذه الجهة الكريمة والممثلة بسعادة أبا عماد الحبيب النائب الأردني الوطني الحر المخضرم الذي صوته يصدح في المجلس على طول الزمن وخلال فترات طويلة، ما كان ولا وسيبقى إلا مدافعا عن حقوق المواطنين، وهذا نلمسه نحن عن قرب من خلال عملنا بالإعلام، حيث تسمع جولات صوته من خارج القبة من الشارع الرئيسي، وهذا يثبت وسوف يثبت مدى الثقة الحاصلة ما بين أبناء الشعب الأردني وأخونا أبو عماد. فهذه الجاهة ما تثبت ولا تدل إلا على خير بالعريس، نستوسم من الله أن يكون له خير. وعلى الصعيد الآخر نشكر جميع من حضر باستقبالكم من إخواننا النواب العاملين والسابقين وشيوخ ووجهاء عشائر الكعابنة المقدرين وضباط ومتقاعدين وعاملين رفاق السلاح كما أسواهم جلالة الملك المفدى عاملين وحاضرين، وجميع الأهل والأقارب والأصدقاء والإعلاميين نشكرهم شكرا جزيلا، وبارك الله فيكم، ونرد لكم إن شاء الله بالأفراح والمسرات. وحمى هذا الله الوطن حرا شامخا عزيزا مقدر بقيادته الهاشمية المظفرة بأمن وأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.